وأكبر حرب عرفها التاريخ، ودي ما فيهاش ضحك زي الحرب العالمية الأولى، دي ضرب مفيش شتيمة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسكريبت، وفشروا الفيديو في كل حتة عشان الناس تستفاد بالمعلومة بكل بساطة. اللي قاموا ببطولة الحرب دي 3: هتلر زعيم ألمانيا النازية، وتشرشل زعيم بريطانيا العظمى، وجوزيف ستالين قائد الاتحاد السوفيتي. واللي قوم الدنيا على بعضها هو هتلر. هي ألمانيا مش ساكتة من أيام الحرب العالمية الأولى، إزاي تخسر؟ لا، نموت بشرية بحالها عشان نثبت إن إحنا مفيش زينا. 60 مليون بني آدم يروحوا في طيف عشان هتلر يتبسط. أصل هما بعد الحرب العالمية الأولى اللي انتهت 1918 اتفرض عليهم عقوبات اقتصادية واتسحب منهم أراضي، والجيش بتاعهم ما يزيدش عدده عن 100,000 جندي، وكمان ما يبقاش عندهم لا أسلحة ولا دبابات تهدد أي دولة تانية. سنة 1920 جه الجنرال هانس فون سيكت المسؤول عن بناء الجيش، فكر فكرة في منتهى الذكاء. درب العساكر اللي عنده وخلاهم ضباط علشان لما يسمحوا لهم بزيادة العدد الضباط دول يقودوا العساكر الجداد. وده طبعا قبل ما هتلر يمسك الحكم. وما سكتش على كده، لا ده استعبط الكل، راح جاب دبابات وقال لهم دي جرارات. وهكذا بقى في الطيران المدني كان في تخطيط من تحت لتحت. هتلر بقى لما مسك الحكم اتعصب، حس انه اقل من اي دولة، بالذات انه ما ينفعش يبقى عنده اسلحة تهدد اي دولة تانية. فقال لا، دي ألمانيا كبيرة من يومها، ازاي تعملوا فيها كده؟ وربنا اللي رجعها احسن من الاول بأسلحتها بجيشها بقوتها، وهوريكم. طبعا علشان يعمل كده والعين عليه من اوروبا كلها، فشغل دماغه بذكاء شديد. عمل ايه بقى سي هتلر؟ بقى يطلع في كل اجتماعاته وخطاباته يتكلم عن السلام وقد ايه هو محب للسلام، وهو اصلا بيعيد تسليح الجيش بتاعه سوسة. ومش بس كده، ده نهى معاهدة فرساي سنة 1935 اللي هي فيها الشروط بتاعت الحرب العالمية الأولى. بس هو كده بيتحدى العالم رسمي وعلى رأسهم أوروبا، وبقى بيعيد تسليح الجيش والطيران علني كده ولا همه، لدرجة إنه خلى أطفال من سن 14 سنة وشباب من 20 سنة يتدربوا في الجيش، وبدل ما يا عيني يعيشوا حياتهم يلعبوا في الشارع والطينة، عاشوا حياة عسكرية ومسكوا أسلحة. بعد سنتين من إنهاء المعاهدة يعني 1937 الجيش بتاعه بقى 5 مليون بني آدم من 100,000 بني آدم. المهم فضل كده يطور في الجيش بتاعه لحد ما قرر إن كل الألمان اللي بره ألمانيا يبقوا تحت حكم واحد. وأكتر عدد ألمان كانوا في النمسا اللي هتلر اتولد وعاش طفولته فيها، واللي هي برضو كانت بداية السبب في الحرب العالمية الأولى. فهتلر كان عايز يعمل اتحاد بين ألمانيا والنمسا، والنمساويين كانوا بيأيدوا ده جدا. وأول محاولة للاتحاد كانت 1934 ولكن فشلت. طبعا أخيرا مش هيسكت، ألمانيا ما تعرفش حاجة اسمها فشل أو خسارة. المرة دي بقى مات الحاكم النمساوي برضه، بس النمسا قلقت وقالت مش عايزين نتعامل مع هتلر، لا نتحد ولا نتنيل. ألمانيا طبعا زي ما قلنا ما بتعرفش الخسارة، فهتلر ما استسلمش، قرر انه يتحد برضه مع النمسا غتاتة ويحاول تاني، بس المرة دي بقى كان بيخطط لها. فقال لي شوف الأول في دول هتتحرك ضده على حدود النمسا ولا لأ. وقبل ما يهاجم سنة 1938 جاب حاكم النمسا وهدده إنه لو ما نفذش اللي هو عايزه هيغزو النمسا، وبالفعل اتفقوا
لدرجة إن هما وحدوا العملة، وهو نبقى زيتنا في دقيقنا. ومع ذلك هتلر الله يحرقه أكتر ما هو محروق غزا النمسا برضه، وعمل اللي في دماغه بس من غير ما يموت حد. عمل استفتاء، عايزين تتحدوا مع ألمانيا يا ولاد؟ ولا ايه حكايتكم في ليلتكم السودة دي؟ قالوا له طبعا يا باشا، احنا نقدر نرفض لك طلب. في نفس السنة السودة 1938 هتلر لقى في عدد كبير من الألمان في تشيكوسلوفاكيا، وما كانش عاجبه وضع الألمان هناك. يعمل ايه؟ فهدد تشيكوسلوفاكيا برضه، قال لهم لو الوضع ما اتحسنش هاخذوكوا انتوا كمان. ما عندوش يا مرحميني ده. المهم بريطانيا وفرنسا اتدخلوا علشان ما يحصلش حرب تاني، فاتفقوا انهم يعملوا له اللي هو عايزه. عايز الارض دي يابا خدها، بس اوعى تضايق نفسك يا اخويا. مين عرفت انها اتسلمت تسليم اهالي؟ تشيكوسلوفاكيا. فقالت له يا مرحب يا مراحب، خش برجلك اليمين. طبعا هتلر ما كانش عايز الحته اللي فيها الالمان بس، لا ده كان عايز تشيكوسلوفاكيا كلها. راح محاربهم بالطيران والدبابات وغزا البلد. يسكت بقى ويتهد؟ ابدا. البعيد لقى المان في بولندا، وبولندا دي بتطل على روسيا، يعني اللي عايز يحتل رأس الأفعى اللي هم الشيوعيين يروح بولندا. بس ابن الذين عمل حاجة لا يتخيلها عقل، لأنه لو دخل بولندا روسيا هتتدخل، لو روسيا اتدخلت بريطانيا وفرنسا هتتدخل. فعلشان يضمن إن روسيا ما تتدخلش يعمل إيه؟ خلى وزير الداخلية بتاع ألمانيا يكلم وزير الخارجية بتاع الاتحاد السوفيتي اللي هي روسيا، يعني إنهم يعملوا معاهدة سلام لمدة 10 سنين، وكمان ما يتدخلوش في غزو بولندا. وطبعا الحتة دي كانت في نص سري، وده كله كان في نفس السنة السوداء سنة 1938. المهم هتلر لعب لعبة كده علشان يطلع مظلوم ويعرف يغزو بولندا شرعا وقانونا. مش قلتلكوا سوسة ناس من المعتقلين لبسوا لبس عسكري بولندي، راحوا هاجموا الجمارك والحراسة الألمانية اللي على حدود بولندا. طبعا كده قدام الناس كلها بولندا بتحارب ألمانيا، هو يا عيني ما عملش حاجة. تاني يوم على طول هتلر دخل بولندا. بعد يومين بريطانيا وفرنسا أعلنوا الحرب على ألمانيا، ومن هنا يا اخواتي بدأت الحرب العالمية الثانية، أكبر وأضخم حرب عرفها التاريخ.